صباح الفل والهنا والسعادة على قلوبكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. طبعا انا ايمان ودي قناتي جربي مع ايمي. شرفني وينورني طبعا اشتراكك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، ولايك حلو زيك كده وكومنت اعرف بيه رأيك في فيديو النهاردة. طبعا فيديو النهاردة ده يعتبر على طول بعد اول يوم العيد. احنا ما عملتش حاجة كتير ويمكن ما صورتش، فده كان رابع يوم العيد. كنا معزومين برا بيت بابا يعني، فكان اول يوم بقى انزل فيه، كان لازم بقى اروق الدنيا كده. والحمد لله من اول حاجة صليت، وبعد كده كان في طبقين في الحوض غسلناهم زي ما شفتوا كده مع بعض. وهبتدي بقى عايزة ألمع الحوض بتاعي. حطيت كربوناتو، دي كربوناتو وصابون سائل. تمام، هتلمع الحوض هتخليه يعني بيبرق كده. ببتدي ارش كده. طبعا البرطمانات دي انا وريتكم مع بعض كده، احنا عملناها الفيديو اللي فات. غيرنا شكل الغطيان وحطينا الليبل ده، شكلها حلو قوي وشكلها شيك كده، وبتعرفي في نفس الوقت انتي البرطمان فيه ايه، لان حاجات كتير بتبقى شبه بعض. بس كده كنت بقى هغسل الحوض بتاعي، وزي ما انتم شايفين بالصابون، يعني هي صابون وكربونات ومفيش حاجة تانية. يعني باحاول إن أنا طبعًا التعب اللي تعبناه في المطبخ والترويق والتنضيف كده ما يروحش على الفاضي، فحاجات بسيطة بقى هتسيب الدنيا رايقة ونضيفة والدنيا بتلمع كده، وفي نفس الوقت مش متعبة. الكربونات وفي أي حاجة طبعًا، وفي الستانلس كله بينضف وبيلمع، ففي ثواني كده ما خدتش معايا ثواني. تمام، تمام. والشقة الحمد لله برا رايقة وزي الفل، وروقتها برضو على السريع لان كله متروق ونضيف. طبعا بقى من بواقي اكل فشار الولاد لعبهم كده، نضفت الدنيا وروقت الدنيا، فكده مش الحمد لله. غسلنا المواعين، روقنا الشقة. تنزلي وانتي رايقة بقى كده، مش وراكي حاجة. في نفس الوقت ترجعي تلاقي الدنيا هادية حواليكي، مش شايلة هم بقى لسه هرجع اروق، لسه هعمل، لا البيت مكركب ورايا، يعني ما نضمنش الدنيا. فالحمد لله كده سايبة الدنيا زي الفل ومرتاحة نفسيا. ننزل بقى ونجهز لبسنا مع بعض ونشوف بقى هنعمل ايه وقولولي رأيكم في اللبس ايه كده. ده طبعا لبس العيد اول يوم. احنا منزلناش يعتبر غير اول يوم، نزلت صورتهم وبس، ما عملناش حاجة تانية. وزي ما قلت لكم هو كان نزلتنا اول نزلة لينا يعتبر كانت رابع يوم العيد. تمام، تمام. الاحساس بقى بتاع المية بقى والطرطشة ده حلو قوي. عايزه اقول لكم ان انا هنا بحس ان انا بلعب كده، الصابون بقى والميه احساس روعه صراحه. بس كده كنت خلصت الحمد لله المطبخ وروقته زي الفل ومفيش ولا حاجه. ندخل بقى على اللبس بتاعنا. عايزه اوريكم اللمعه، يعني بيلمع الدنيا كده، تحس ان في لمعه في الاستانلس، فالحمد لله يعني ما خدش وقت معانا. كمان بصوا الحنفيه بقى بترجع مرايه مرايه. ندخل بقى على اللبس، يلا بينا يلا بينا. اول حاجه كده جهزتها هو لبس بنوتي. ده الطقم بتاعها، هو مفروض كده وريتهولكوا برضو في المشتريات العيد. ده كده اللي هو الحزام بتاعها. هو نظام جزء من تحت اسود والشكل كاروم من فوق، شكله لذيذ يعني، وفي اللبس كمان بيبقى حلو قوي. والبنطلون برضو جبتهولها اسود، اللي هو الرجل اللي طالعه واسعه، بنطلون الستايل اللي طالع جديد، الرجل الواسعه ده. كمان دي الشنطه بتاعته. ده شكل الشنطة، هي لونها بيج يعني لايق مع السلسلة اسمها ايه، التوكة بتاعة الحزام. لونها بيج كده وشكلها لذيذ، فمرضتش بصراحة اجيب لها لون ابيض عشان ما يبقاش كله، قلنا ندخل لون تالت. فهي كده كده عندها الشنطة دي موجودة. قلت لها تمام طالما شكلها حلو وشيك عليها، في منها في الطقم، خلاص. ده كده حرف الار، ده انسيال هي كانت جايباه من عند المدرسة، قلت لها خلاص خليه بقى للعيد، هيبقى شكله حلو كمان مع الاسود. ده كده كمان طقم ابني. ده شكله كده البادي من تحت والتيشيرت من فوق او الجاكيت من فوق بتاعه. برضو عليه البنطلون لونه اسود. وال دي كده الحظاظة بتاعته.
دي برضو الحظاظة اخته جايباها له، هي قالت له بقى انا هجيب لك حاجة في عيد ميلادك، فدي كانت هي اللي جايباها له من نفسها يعني، انا حتى ما قلتلهاش. بس كده دي كانت وده خاتم برضو مكتوب عليه اسم يوسف، شكلها لذيذ قوي. هي دورت لحد ما لقيت له خاتم بقى اسمه يوسف، فكبير شويه فحاولت ان انا اضايقه له، هو بيتضايق. وده كان الطقم بتاعه. طبعا الكوتشي كان نزل بيه زي ما قلت لكم بيه او اول يوم، ما عرفتش بقى اجيبه معاكم، بس هو لونه ابيض وريته لكم في المشتريات الفيديو اللي فات. وده كده اللبس بتاعي انا، كان بيزك اسود، والكارديجان عليه اللي هو العباية المفتوحة دي، وطرحة اللي هي الزجزاج، والشنطة سودا. هو تقريبا الغالب على الطقومة اللون الاسود، بس هي مش مقصودة خالص ومش متظبطة يعني، بس تمام ماشي مش مشكلة. آه المخمرية دي كانت بيور، عايزة اقول لكم انها حلوة قوي، وهوريها لكم دلوقتي، ريحتها تحفة. كمان كريم المرطب بقى جلايسوليد دوت، خفيف على البشرة الدهنية، انا بشرتي دهنية فخفيف عليها قوي. والبرفيوم بقى والمانيكير، بس انا بصراحة ما حطيتش بصراحة يعني، هنا بنتي كانت مبهدلاه من المانيكير تاني، الحمد لله بقى العيال ما بيخلوش حاجة على حالها. بصوا بقى، المخمرية دي اسمها بيور جولد، هي لونها ذهبي ماشي. هي اسمها مخمرية بيور، تمام. آه بصوا لونها ذهبي كده، وفي نفس الوقت مش عارفة مش باينة معاكم ولا لا، بس هي فيها زي جليتر بيلمع كده. ريحتها حلوة قوي وهادية، وتحسي ان انتي حاطة برفيوم مش حاطة بس مخمرية، تمام. لو لقيتيها هتعجبك جدا، ولو جبتيها يعني او حد جربها يا ريت تقوليلي في الكومنتات، ابقى عارفه بقى ان انا مش اول حد جربها وعجبته. اللي بوريها لكم دي المفروض انها بروش كده بيتحط، عايزه اقفل على الكارديجان، مش عايزاه يبقى مفتوح، او العبايه مش عايزاها تبقى مفتوحه، فعايزه احط لها البروشات دي، بس بصراحه ما حطيتهاش في الاخر. حطيت حزام اسود، اللي هو الحزام العريض اللي هو الاستك. هنا بقى كنت عايزة اغير من اللون الاسود يعني ادخل لون تاني، فقلت اجرب الشنطة واجرب اغير الطرحة، بس بصراحة لا يعني حسيت الشنطة كبيرة وانا مش عايزة امشي بشنطة كبيرة وكده، خلاص لا انا هلبس الكروس السودا، وبصراحة نزلت بيها وكانت مريحة، عايزة حاجة مريحة وفي الحركة، الشنطة الكبيرة دي لا انا مش محتاجاها، فما نزلتش بيها بصراحة. تمام. بس كده ده كان بقى اللبس بتاعنا، كده كنا نزلنا بقى الحمد لله ووصلنا بقى بنجيب فاكهة وكده. بس بنوتي هنا شافت محل بقى بتاع اكسسوارات، تعالي هنشوفه، فحبيت اخد لقطة معاكم كده ان الاكسسوارات وكده برضو مهما جبنا ومهما عملنا برضو لازم بنلف اللف ونروح عند الاكسسوارات تاني، تحس ان هو ادمان يعني. دي كده الحلقان كان شكلها لذيذ حلو قوي، بس طبعا يعني على حسب كل شكل بتبقى حلوة الطقم او كده. كده كنا روحنا البيت اتغدينا، وطبعا ما عرفتش اصور لان كنت مستعجله جدا، فما صورناش الاكل ولا اي حاجه. بس باقي اليوم كده، ده ما كانش لا ده ما كانش باقي اليوم، ده كان تاني يوم. نزلنا وخرجنا، خدنا الولاد كده في مكان زي كيدز اريا، مكان كبير عاملينه بقى ملاهي للولاد بالساعة، بتدخلي الولاد بقى نطاطة بقى، زي ما انتوا شايفين لعبة الكورة دي، وهنا دي ألعاب تنمية مهارات، كذا لعبة يعني. انا حاولت اجيب الكذا اللقطة لان انا معرفتش اصور قوي، فده مكان كده يعني مجمع العاب، وفي نفس الوقت الولاد بيلعبوا حاجات بسيطة، وفي نفس الوقت حاجات لذيذة يعني، الولاد ما شاء الله فرحوا واتبسطوا قوي. بعديها خرجنا ورحنا شربنا عصير، فكان اليوم الحمد لله حلو، وده كان يومنا، ويعتبر دي هي الخروجة الأولى بتاعتنا. إن شاء الله بعد الامتحانات عشان خلاص داخلين على امتحانات نريح الدنيا ونريح الامتحانات كده، وربنا يا رب يجيبها بالنجاح لكل الولاد يا رب بإذن الله، ولادكم كلهم ينجحوا على خير. اتمنى النهارده فيديو النهارده يكون عجبكم، ومتنسونيش بامانه باللايك والاشتراك للقناه وعلى زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد باذن الله. عيد سعيد عليكم وكل سنه وانتم طيبين، واتمنى ان العيد يكون جاي عليكم بالخير يا رب والسعاده. باي باي.